اهلا وسهلا بكل متابعينا. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقدم لكم اول حلقه على قناه نجمه وبرج. هنتكلم عن توقعات الابراج وحظ اليوم ليوم الاثنين 20 يناير. كل برج ليه طاقته الخاصه، واليوم هنشوف مع بعض ايه هي المفاجآت والتوقعات لكل واحد فيكم. مستعدين؟ لو لسه ما اشتركتوش في القناه ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكمش اي فيديو جديد. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ مع بعض بأول برج وهو برج الحمل. ازيكم يا برج الحمل؟ النهاردة هتكون مليان طاقة وحيوية، وكل حاجة هتكون سهلة عليك. النهاردة حظك مش بطال في المجالات المهنية، يعني لو عندك اجتماع مهم أو مشروع خليك واثق في نفسك وما تخافش من اتخاذ القرار. لو في اي خلافات مع شخص عزيز عليك اليوم ده مناسب جدا عشان تحاول تصلحها وتفتح صفحة جديدة. طبعا مفيش حد قادر يقاوم الحماسة بتاعتك، لكن خلي بالك من الانفعالات الزايدة خصوصا في التعامل مع الزملاء. في الحب هتلاقي شريكك قريب منك بشكل اكبر النهاردة، فاستمتع بالاوقات الحلوة معاه. برج الثور، اهلا بيكم يا برج الثور. النهاردة حظكم فيه تحديات، لكن لو كنت جاهز ليها هتقدر تتغلب على اي عقبة. خلي بالك من صحتك خصوصا لو كنت مشغول ودايما مش قادر ترتاح. النهاردة ممكن تكون في مواقف مع الزملاء او الاصدقاء عايزة منك شوية صبر. خلي عندك مرونة في تعاملك مع الاخرين. اما بالنسبة للعمل حاول ما تضيعش وقتك في تفاصيل صغيرة، ركز على الاهداف الكبيرة. اما بالنسبة للحب اليوم مش احسن وقت للقرارات الجريئة، خلي الامور تمشي بسلاسة وبلطف. اما بقى برج الجوزاء، النهاردة عندك يا جوزاء فرصة ممتازة لتحقيق اهدافك المالية. لو كنت بتفكر في استثمار او في تغيير شغلك، لكن خلي بالك لأن الحظ معاك في المال لكن مش بالضرورة يكون معاك في العلاقات الشخصية. خلي تعاملك مع الآخرين يكون هادي وشوية صبر عشان تتجنب أي سوء تفاهم. أما بالنسبة للحب لو في علاقة جديدة النهاردة هتحس بمشاعر جديدة، فما تتسرعش في اتخاذ خطوات. الصراحة مهمة لكن خلي بالك من طريقة التعبير. برج السرطان، النهاردة الأمور مش هتكون واضحة زي ما انت متوقع. بالنسبة للعمل هتواجه بعض التحديات أو الالتباسات، لكن تقدر تتغلب عليها بالهدوء والتركيز. خلي بالك من اتخاذ قرارات سريعة لأنك ممكن تندم بعدين. في الحب النهاردة ممكن يكون عندك فرصة لإعادة تقييم علاقتك مع شريكك أو حتى مع الأشخاص المقربين. حاول تكون صريح ومباشر عشان تكون الأمور أكتر وضوحا. لو مش مرتبط يمكن تلاقي شخص قريب منك وتبدأ تلاحظ مشاعر جديدة. برج الأسد، أهلا بيك يا برج الأسد. النهاردة يومك مليان طاقة إيجابية وحيوية. بالنسبة للعمل حظك ممتاز، لكن خلي بالك من التسرع. لو عندك فكرة جديدة أو مشروع اعمل على تخطيطه بعناية عشان ما تتعرضش لأي مشاكل بعدين. أما بالنسبة للحب اليوم هتلاقي نفسك أكتر قدرة على التعبير عن مشاعرك بطريقة رومانسية، فاستغل الفرصة دي. هتكون محبوب للأشخاص اللي حواليك، فما تترددش في تمضية وقت مميز مع الشريك أو العائلة. برج العذراء، النهاردة يا برج العذراء عندك فرصة لتنظيم حياتك وتوضيح أهدافك. لو كنت حاسس ان في حاجة مش واضحة ليك في عملك او في حياتك الشخصية، النهاردة هو وقتك للتركيز على التفاصيل وترتيب الامور. حاول تبتعد عن التفكير الزايد لانه ممكن يسبب لك توتر. اما بالنسبة للحب ممكن يكون اليوم ده هو اليوم المناسب عشان تتكلم او تتحدث عن مشاعرك مع شريكك. خلي بالك من صحتك وحاول تريح نفسك شوية. برج الميزان، الميزان النهاردة فيه فرص جديدة قدامك في العمل أو في الحياة الشخصية. النهاردة هتلاقي نفسك متزن أكتر وبتقدر توفق بين شغلك وحياتك الشخصية. حاول تركز في اختيار القرارات الجادة بخصوص المستقبل. أما بالنسبة للحب مش لازم تكون سريع في اتخاذ خطوات، خلي العلاقة تنمو بشكل طبيعي. لو كنت مرتبط
حاول تكون صريح مع شريكك عشان تفتح باب للتفاهم الجيد بينكم. اما لو كنت مش مرتبط، النهاردة ممكن تكون بداية لحاجة جديدة. برج العقرب، النهاردة يا برج العقرب عندك طاقة رائعة، لكن لازم تركز على أولوياتك. في الشغل هتقدر تلاقي حلول مبتكرة للمشاكل اللي كانت واقفة قدامك أو عائقة قدامك. خلي بالك من اتخاذ قرارات عاطفية أو مهنية سريعة، عشان اليوم بيحتاج منك تركيز أكتر على التفاصيل. في الحب حاول تكون أكتر صراحة مع الشريك، ولو كان في حاجات مضايقاك الوقت ده مناسب عشان تتكلم عنها. خلي بالك من التعامل مع الآخرين وابقى هادي في ردود فعلك. برج القوس، القوس النهاردة هتكون مليان أفكار جديدة وأحلام كبيرة. في الشغل في فرص جديدة قدامك لو كنت بتفكر في حاجة مبتكرة أو فكرة غير تقليدية. اليوم ده مناسب جدا عشان تبدأ وتطور. بالنسبة للحب هتحتاج لشوية توازن في التعامل مع شريكك. خلي بالك من التواصل الغير مباشر، حاول تكون واضح عشان مفيش أي لبس. لو كنت مش مرتبط، النهاردة ممكن تتعرف على شخص هيشاركك اهتماماتك. برج الجدي، النهاردة يا جدي يوم مناسب عشان تحسن أوضاعك المالية. لو كنت عايز تبدأ حاجة جديدة أو استثمار، حظك مساعدك، بس خلي بالك من التسرع في اتخاذ القرارات. في الشغل لازم تركز أكتر على التفاصيل الصغيرة، لأن فيها حلول لأكبر التحديات. أما بالنسبة للحب، لو كنت في علاقة مستقرة هتكون أكتر ثبات، ولو كنت مش مرتبط اليوم ممكن يجيب لك فرصة للتعرف على شخص مميز. الدلو، أهلا يا برج الدلو، النهاردة طاقتك عالية وحظك ممتاز. لو كنت بتفكر في مشروع جديد أو تطوير فكرة قديمة. بالنسبة للشغل اليوم هيكون مناسب جدا لتقديم أفكارك الجديدة أو لمناقشة خططك المستقبلية. بالنسبة للحب هتكون أكتر صراحة مع شريكك. لو كنت في علاقة هتشعر بتواصل أعمق. خلي بالك من صحتك وحاول تحافظ على توازنك. برج الحوت والأخير، النهاردة يا برج الحوت مشاعرك هتسيطر عليك. بالنسبة للشغل هتواجه بعض التحديات، لكن لو ركزت على الحلول هتتجاوزها. حاول ما تكونش عاطفي زيادة عن اللزوم في التعامل مع الزملاء. أما بالنسبة للحب، النهاردة هتحس بارتياح عاطفي مع شريك حياتك. ولو كنت مش مرتبط ممكن تلاقي فرص جديدة عشان تتعرف على شخص يناسبك. خلي بالك من صحتك النفسية وابتعد عن التفكير السلبي. ودي كانت توقعات الأبراج ليوم الاثنين 20 يناير. أتمنى تكونوا استفدتوا وابتسمتوا مع توقعات النهاردة. لو حبيتوا الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة. اشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. أتمنى لكم يوم مليان بالنجاح والسعادة. نشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.